السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بروتين كله نشاط وحيوية. بنضف البوتاجاز كده. جبت، في ناس نصحتني يعني بالبخاخ ده، اسمه لوكس قاهر الدهون. حاجة جميلة جدا، انا والله ما كنتش متخيلة انه هيعمل كده من كتر ان الناس يعني نصحتني بيه. انا خليت البوتاجاز يبقى مش نظيف، يعني سبته شوية عشان اشوف الفرق. و... وبصراحة انا كنت عايزة حاجة قاهر للدهون فعلا، عشان عندي سيراميك اللي جنب سيراميك المطبخ اللي جنب البوتاجاز ده مش حلو، وشايل دهون جامدة جدا. السيراميك عندي حتة طالعة وحتة داخلة. السيراميكا ذات نفسها مش سوا واحد، فكانت شايلة كمية دهون رهيبة، وما كنتش عارفة اشيلها ازاي. جربت لها عجينة الليمون وما عملتش نفس، هي عملت شوية بس ما جابتش نفس النتيجة دي. ما جابتش نتيجة اللوكس ده. البخاخ ده رهيب. ف وعندي كمان، بصوا الحيطة عاملة ازاي، شايلة كمية دهون فظيعة. انا حبيت اصور لكم عشان اشجعكم و واوريكم العظمة اللي هتحصل في اخر الفيديو. بجد فتح نفسي. كنت متضايقة جدا، كنت عايزة ارمي البوتاجاز من كتر ان انا متضايقة. هنا طلعت العيون وحطيت عليها من البخاخ في حاجة غويطة، وحطيت عليها شوية من البريل سائل المواعين، وهحط عليها كمان مية سخنة عشان الدهون اللي عليها تنزل. واسيب البخاخ ياخد، بعد ما بخيته على البوتاجاز اسيبه بتاع 5 دقايق كده ولا حاجة، وارجع اغسله بسلك خشنة. السلكة الخشنة دي حلوة برضو. واضغط ضغطة حلوة. هو بيبقى عايز مجهود شوية بس والله بيشيل يعني. بصوا الباب بتاع انا شلت الفيشة عشان لازم تشيل الفيشة قبل ما تشتغلي في البوتاجاز كده. انا كنت بخ على الازاز بتاع الباب، ازاز الباب اللي هو الفوق ده، عشان كنت لازقه عليه ستيكر. والاستيكر لما جيت اشيله، زي ما حضراتكم شايفين كده، بقى فيه الطبع بتاعه، الصبغة بتاعته لزقت في الازاز. وبقت منرفزاني جدا ومش راضية تتشال، ومش عارفة اعمل ايه. ناس قالت لي حطي مية سخنة، وما ما جابتش نتيجة. اول ما حطيت قاهر الدهون ده فعلا جاب نتيجة، عمل حاجة حلوة يعني. شوفوا، اول ما سبته 5 دقايق بس وجيت اغسل لقيته. بصوا، انا مش عايزة اتكلم. بصوا بيتمسح والله، ما مش بدعك اني انا بدوس، لا، انا بمسح كده بالسلكة الاقيه راح. بجد تحفة. بس اهم حاجة تبقي لابسة جوانتي. انا هنا ملبستش جوانتي، ف عمل حاجة كده في ايدي، بس الحمد لله يعني. بس انصحك ان انت تلبسي جوانتي وكمامة، تلبسي كمامة على بقك ومناخيرك عشان ريحته قوية. هنا هنروح للحيطة. الحيطة كانت طبعا زي ما قلت لكم عليها كمية دهون فظيعة. بصوا كمية الدهون، فهي بتحتاج دعك شوية، مجهود شوية وانت بتدوسي، علشان الحيطة طبعا تختلف عن الإزاز. وشايلة كمية دهون والسيراميك عندي زي ما قلت لكم غويط، في حتت غويطة كده، فشايلة دهون. بصوا هنا، مشيت بعد ما مشيت عليه بالسلكة الخشنة، رجعت عليه تاني بالسلكة الناعمة عشان الناعمة بتشيل اي حاجة كده بسيطة. جميل جدا، بيتمسح يعني. انا كنتش متوقعة والله النتيجة دي، انا انبهرت. انا قلت اصور معاكم عشان إن كان حلو انزله، يعني انا عجبني انزله.
الحمد لله يعني النتيجة عجبتني جدا. جميل جدا. انا على فكرة لما بيبقى البوتاجاز نظيف نفسيتي بتبقى مرتاحة. نفسي بتتفتح اني اعمل اكل وادخل المطبخ. انما لما البوتاجاز يبقى فيه حاجة مش نظيفة ويبقى مبهدل، لا انا مش بحبش ادخل المطبخ اصلا ولا اعمل اكل. هنا بقى خلاص بقيت ألمع. عشان كده خلصنا. بلمع البوتاجاز والحيطة والإزاز وإيدين البوتاجاز. وايدين البوتاجاز برضه مصورتهاش، بس هي كان عليها كمية دهون رهيبة. انا ركزت لكم على الحيطة وعلى الباب عشان هما اللي كانوا فعلا مضايقني. بصوا هنا الجمال. بصوا، انا مش هتكلم. بصوا اللمعان رجع جديد من زي ما كان. شايفين الشيف الشربيني اهو الضحكة بتاعته بانت. ولو وصلت معايا لحد هنا ياريت تعملي لايك واشتراك لو مشتركتش في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنا اقول لكم سلام.